أعزائي المشاهدين من داخل مركز الإبداع، ولنا هذا اللقاء مع احتفال رجال المجتمع المدني بالإسكندرية وعيد ميلاد إذاعة الإسكندرية الأستاذ محمد صلاح الدين. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا فندم، كل التحية وكل التقدير. برنامج صورة مصرية اللي بتخدم المجتمع المدني دايما. حضرتك يا أستاذ محمد كلمنا بقى النهارده عن وجودك هنا وسبب تواجدك هنا في مركز الإبداع. حضرتك أنا جالي دعوة من الدكتورة إيناس دياب، احتفالية عيد ميلاد اسكندرية، وطبعا لازم نربي الدعوة. الدكتورة إيناس بصراحة عاملة مجهود محترم في مركز الحرية للإبداع، طفرة إنشائية وورش عمل، وبسم الله ما شاء الله عليه. يعني ايه رايك النهارده في الاحتفاليه النهارده واحتفاليه مركز الابداع النهارده بعيد ميلاد اذاعه اسكندريه 69؟ لا، عيد ميلاد اسكندريه بصراحه الاحتفاليه جميله رائعه، وطبعا الاذاعه اسكندريه ابراهيم عبد الشافي وبدريه السيد دول مطربين من اذاعه اسكندريه، وطبعا اول اذاعه تعمل مسلسلات دراميه اذاعه اسكندريه، وبعد كده كل المحطات عملت التمثيليات. من اقدم الاذاعات فعلا، من اقدم الاذاعات، ثالث اذاعه على مستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربي كانت اذاعه اسكندريه، وكانت عملت مسلسلات فعلا، مسلسلات دراميه، واول انتاج اذاعي هو انتاج اذاعه اسكندريه. استاذ محمد صلاح النهارده عن تواجدك النهارده، وشفنا النهارده المطرب الفنان عمر محمود. ايه رايك النهارده استاذ عمر محمود؟ بصراحه مطرب فنان رائع في الاغاني بتاعته، وبسم الله ما شاء الله عليه، يعني ربنا يزيده من اعماله. طيب النهارده بقى ومشاركتك كراجل من رجال المجتمع المدني في اسكندريه وتواجدك هنا وكرجال المجتمع المدني، كلمه حابب تقولها باسم المجتمع المدني السكندري في عيد ميلاد اذاعه اسكندريه النهارده؟ والله يا فندم انا عاوز اقول بس كلمه في المجتمع السكندري. طبعا اللي انا اعوذ بالله من كلمه انا عضو من ناس، من شخص من المجتمع السكندري ومن المجتمع المدني، وعاوز اشكر بس الدكتوره ايناس دياب على المجهود المحترم اللي بتعمله في خدمات المجتمع المدني. ايه هي الخدمات؟ الخدمات بتعمل ندوات ثقافيه للمجتمع المدني، وطبعا في ناس شخصيات محترمه في المجتمع المدني بيعملوا ندوات محترمه. مثلا ادي مثال، كلمه بقى تقولها لاذاعه اسكندريه النهارده في عيد ميلادها. عايزين بقى نختمها بكلمه لاذاعه اسكندريه، تقول لهم ايه؟ حابب تقول لهم ايه؟ انا بقول عيد ميلاد سعيد على اذاعتنا المحترمه اذاعه اسكندريه. وعاوز اقول بس حاجه، الناس اللي بتتكلم بيقولوا الناس اللي الشخصيات اللي في المجتمع المدني مش بيعملوا حاجه. لا، حضرتك اللي بتقول كده. المجتمع المدني ما كانش سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال عام 2022 عام المجتمع المدني، في شخصيات محترمه بتخدم المجتمع السكندري. ما تجيش انت حضرتك تقول لي لا بتوع المجتمع المدني مش بيعملوا حاجه. لا، حضرتك بتيجي شخصيات بيتصلوا بينا زي الاطراف الصناعيه، بنساعده بنكلموا الدكاتره، بيعملوا خدمات. طبعا المجتمع المدني لازم يبقى له تواجد، والمجتمع المدني ركن اساسي في بجنب الدوله واجهزه الدوله لمساعده همزه الوصل بينه وبين المسؤولين، بين المواطن والمسؤول. ركن اساسي في المجتمع السكندري والدوله المصريه. فانت ما تجيش تقول ان المجتمع المدني مش بيعملوا حاجه. لا، حضرتك انزل للمحافظ او الحي، شوف اي شخصيه من المجتمع المدني هتلاقيها موجوده. طلبات عضو للنائب، مندوب للنائب، مندوب للجمعيه، كل الشخصيات دي بتعمل. حتى بنعملوا ندوات، حتى محب المجتمع المدني استاذ جابر المصري، واحنا ما عملنا الندوه لا للتنمر. الندوه دي بصراحه سمعت، عشان لا للتنمر دي ولا للاشاعات. ما انت بتعمل توعيه للمجتمع، لازم الناس دي تشوف التنمر، واحنا وبعدين بنجيبوا شخصيات على اعلى مستوى. واديك انت حضرتك جيت تابعت وتغطيت الحدث. تابعنا، واحنا بنشكرك وبنشكر من هنا من اسره برنامج صوره مصريه. احنا بنشكر مجهود المجتمع المدني السكندري وعملهم وتواجدهم في الشارع وتسهيل العقوبات والصعوبات بين المواطن والمسؤول. احنا بنشكرك جزيلا، ومن النهارده بنقول في عيد ميلاد اذاعه اسكندريه كل سنه هم طيبين، والقائمين على اذاعه اسكندريه طيبين، ومزيد من النجاحات ان شاء الله زي ما عودتونا. استمروا، واحنا برضو بنسمع الاذاعه وما سيبناهاش من فات قديم وتاه، واللي ملوش ماضي ملوش حاضر. بنشكرك استاذ محمد صلاح، وشكرا جزيلا لتواجدك معانا، وشكرا جزيلا لوجودك هنا في مشاركه اذاعه اسكندريه بعيد ميلادها 69. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم، ميرسي جدا. أعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا مع المجتمع المدني السكندري الأستاذ محمد صلاح في عيد ميلاد إذاعة اسكندرية. فانتظرونا ولقاءات أخرى وبرنامجكم صورة مصرية.